ماليش مزاج اعمل اكل النهارده. الو سلام عليكم. ايوه يا فندم، كشري المفلفل. حضرتك عايزه اعمل اوردر. ايوه معاك يا فندم. عايزه طبقين كشري كبار وعايزه 3 صغيرين. الكبير بقى سعره كام؟ بيبتدي من 22. طيب طبق حلو محترم كده عشان زوجي لسه جاي من الشغل وكده. 27 30. طب بالنسبه للولاد بيبتدي من 17. طيب سؤال معلش، هو الكشري مش غالي شويه ولا انا بتهيألي؟ الدولار غلي وعومته الجنيه. اه يا فندم، معلش الله يكون في عوننا كلنا. طب معلش سؤال، هو الاوردر هيجي لي خلال قد ايه؟ من 45 ل 60 دقيقة. ميرسي جدا والله تعبتك، ان شاء الله هكلمك تاني. شكرا. المكالمة دي فيك، انا ما كلمتوش. انا من يومين فعلا عملت اوردر كشري ولقيت نفسي دفعت رقم عشان طبعا طلبنا دقه زياده، شطه زياده، صلصه زياده. الولاد النهارده صاحيين برضو عايزين ياكلوا كشري، فقلت لا النهارده بقى انا هعمله في البيت. هنعمله احلى من الجاهز واسرع من الجاهز. يلا معايا وامسكي الساعه وهتشوفي هنعمله في قد ايه. وقبل ما نبدا في اي حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت البصل، قشرته وغسلته وقطعته ترانشات، وبعدين نشفته، وبعدين هضيف عليه معلقه كبيره من النشا ورشه بسيطه من الملح، وهقلب كده البصل مع النشا والملح كويس جدا. بعدين بقى هجيب طاسه وهضيف فيها كوبايه ونص من الزيت، وهنزل بترانشات البصل. اهم حاجه وانتي بتنزلي بالبصل تنزلي بيه بعيد عن بعضه علشان ما يلزقش. البصل احنا عايزين يكون لونه فاتح مش غامق قوي، لو البصل غمق هيمرر. احنا عايزين لونه يبقى بالشكل ده. طبعا يا ساره زيت كتير قوي، لا ما تقلقيش، الزيت هنعمل بيه الكشري كله. جبت حلتين، حله كبيره وحله متوسطه، وحطيت فيهم زيت من اللي انا قليت فيه البصل. ما انا بقول لك احنا هنستخدم الزيت. الحله الصغيره ضفت فيها معلقه كبيره من الثوم المفروم علشان هنعمل صلصه الكشري. مجرد ان التوم ياخد لون ذهبي، احنا مش عايزين التوم يتحمر فيتعب الصدر، لا احنا عايزينه بس كده ياخد لون ذهبي. في الحله التانية ضفت فيها كوبايتين من الشعريه. انا هعمل حله محترمه كبيره تكفينا، على فكره هي كفتنا يومين، فاستخدمت كوبايتين من الشعريه. ضفت على التوم دورق كبير من الطماطم، تقريبا نص كيلو طماطم، وقلبت الصلصه مع التوم وغطيتها ونقلتها على العين التانية، وجبت لكم الحله دي قدامكم عشان تشوفوا اكتر. بمجرد ما الشعريه بتاخد لون ذهبي بضيف عليها الرز. بصوا يا بنات، انا استخدمت كوبايتين من الشعريه عليهم 4 كوبايات من الرز المغسول ومتصفي، وبعدين اشوح كده الرز مع الشعريه اقل من دقيقه. بكون محضره كوبايتين من العدس الاسود، انا نقعته 10 دقايق كاملين في ميه مغليه وصفيته وبعدين ضفته. بشوح كل ده مع بعضه كويس جدا. اهم حاجه عشان الكشري يطلع مفلفل، شوحي كل ده مع بعضه 3 4 دقايق 5 دقايق، قلبي 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 كده، بيطلع بقى مفلفل ويجنن، وبجد بامر الله مستحيل يعجن منك. لو انت حابه تعملي اقل من الكميه دي هتعملي كوبايتين 2 من الرز عليهم كوبايه واحده من الشعريه وكوبايه واحده من العدس. هضيف ملح وكمون وبس، الكشري ما بيتحطلوش غير ملح وكمون وبس. اشوح كده كمان شويه عشان التوابل كده تطلع ريحتها. الكميه دي انا ضفت لها معلقه صغيره من الكمون ومعلقه كبيره من الملح، وبعدين هضيف 5 كوبايات من الميه. شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ لو انت هتعملي كوبايتين بس من الرز وكوبايه واحده من الشعريه وكوبايه واحده من العدس هتضيفي كوبايتين ونص من الميه المغليه. انا للكميه دي ضفت 5 كوبايات من الميه المغليه. ما هو يا بنات الشعريه ما بتشربش ميه، والعدس الاسود اصلا احنا ناقعينه 10 دقايق في ميه مغليه فمش هيشرب ميه تاني، فما تزوديش الميه عشان ما يعجنش معاكي. بديله تقليبتين، وبمجرد ما بيغلي كده بغطي الحله وهدي النار خالص زي ما بتسوي اي رز. وحله كمان فيها ميه مغليه وشويه ملح، ضفت فيها نص كيس مكرونه طويله ونص كيس مكرونه صغيره قوي بتاعه الكشري. في ناس بتضيف المكرونه على الكشري في نفس الحله، بس يا بنات لما بيبات بيعجن، وانا عندي بيبات والولاد بيحبوه كمان تاني يوم، فعشان كده بسلق المكرونه لوحدها. بعد ما بسلقها وبغسلها وبسيبها تتصفى بضيف عليها 3 4 معالق من زيت البصل، وده اللي بيخلي بقى المكرونه تفضل معاكي مفلفله وتجنن ولونها غامق زي اللي بناكلها من بره بالظبط. هنا خلاص الصلصه اتسبكت وتقلت، هضيف لها بقى البهارات، ملح وكمون، فلفل اسود، وطبعا معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه. وكده صلصه الكشري كمان بقت جاهزه. خلصنا يا ساره؟ لا ما خلصناش، حله صغيره وهنضيف فيها معلقتين من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، وبعدين هنضيف معلقه كبيره من الثوم المهروس. نحمر كده الثوم لحد ما ياخد بس لون دهبي بسيط،
هنضيف عليه نص معلقه صغيره من الكمون، ونحمر كده التوم مع الكمون، هتلاقي ريحه طالعه فظيعه. وبعدين هنضيف ربع كوبايه من عصير الليمون، وكمان ربع كوبايه من الخل. نقلب تقليبه وكده بقت الدقه العاديه. بس طبعا نحن نختلف عن الاخرون، انا هقول لكم بقى على دقه كشري الخديوي بتاع شبرا، احلى كشري في الدنيا. بنعمل ايه بقى؟ بناخد كبشتين كده من الصلصه ونضيفهم ونقلب، سيبهم يغلوا غلوه واحده بس، وبعدين تستمتعي باحلى دقه تاكليها في حياتك. بصوا السمك بتاعها جبار. ويلا بقى نعمل الشطه الجباره في نفس الحله. ناخد بقى اخر نقطه من البصل اللي قلينا فيه الزيت، ونضيف قرن فلفل متقطع حامي ومعلقه صغيره من الشطه، حابه تكتري براحتك. نشوحهم مع بعض كده، هيطلعوا ريحه عايزه اقول لك تعمل انسداد في الجيوب الانفيه من كتر الشط. بس هقول لك ايه، بنحب الحراق. تقلب تاني كده ونضيف طماطميه متقطعه لقطع صغيره، وكمان كده تشويحه، وننزل بقى بكبشتين من الصلصه. عرفتوا انا عملت صلصه كتير ليه؟ عشان الدلع يا جماعه. الاهم من الشغل تظبيط الشغل، الاهم من الاكل تظبيط الاكل. كده عملنا احلى شطيطه. بصوا بقى الكشري بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي، مفيش فلفله كده. ايه دي علي، عايزه اقولك ريحته قلب البيت حرفيا، يجنن. بصوا جميل ازاي. يوم ما عملت الكشري ده نزلت منه للشباب في المحل، ما صدقوش ان انا عاملاه في البيت، يعني قالوا لي يا شيف الكشري بتاعك يجنن. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. قدمي بقى اطباقك، شويه من الكشري شويه من المكرونه، حطي بقى الصلصه مع بقى شرايح البصل، ويا سلام بقى كده شويه حمص، كان متبقي عندي شويه حمص استخدمتهم. مفيش احلى من كده. واسمعي بقى ولادك وهما بيقولوا لك يا ماما الكشري اللي حضرتك عاملاه احلى مليون مره من الكشري بتاع بره. وعلى فكره عملت كل ده في ساعه الا ربع، يعني اسرع من الدليفري. وكنتم مع ساره سمير.